مطعم الوليد هذا أشهى وألذ أكل داخل الرياض في مطعم الوليد. كمان مش إعلان تقولوا بعدها غدوا بلاش ويجي يفعل، لا من صدق. أكلنا كبدة ما قد أكلناها. شفتوا اللي كانوا يبيعوها بالمركزي زمان على فحم كذا بالبهارات حقه أحسنت يا أبا الوليد. الوليد ولا أبا الوليد ما أدري. المهم بالرياض المكان القديم جنب يعرف ايش معناته الحلاقة يزور المكان هذا. هذا عمكم سليمان صح؟ ايوه سليمان. يجي على سليمان ايش اسمه الشارع؟ شارع امير متعب ربوه. الامير متعب ربوه. ايش اسم المحل؟ برنيه، حلاق برنيه. هذا تركي من عندنا تحت انطاليا. اسم المحل اقسم بالله ما قد حرقت في مكان زي هذا. بوريكم كيف هذا المحل في الرياض. شغل هندسة جديد، رجال جديد. ها عمكم جلال رجال جديد. رجعنا ونتندي حق المغتربين مرة نعمل ألبومة. قسما بالله لا تحرق الدنيا ذا حريق. اسمه هذا اللي قلت دحان. لا مكافح. ندي حق المكافح. ندي يقول دحان. كلها. نختارك عم جلال. والله أنا سعيد لك زارتني البركة والله. ولو أنا داري إن أنا كنت أقدم الزيارة قلت لك أنا مديك اللي عند ناس على مستوى ولا لا؟ جنب حمود السمة مش حمود الراشي. ما حمود قازهري. الإبرة الفاخرة للخياط الرجالي. بس قولوا له احنا من طرف جلال ويفعل لكم خصم. حاجة رهيبة. وين عنوانكم؟ حي الياسمين. حي الياسمين قدام مدارس ابن خلدون. هذا ابن خلدون عدمه صح؟ عدمه عندنا العرب. عدمه بسبب افكاره. ايوه. بس هذا الكرت طبعا هذا حق الاب الروحي لعمكم جلال الأصراهي، عمو محفوظ، ابو محمد وابو نجيب. اتصلوا على اي واحد من الارقام هذه ما بيردش عليكم اكيد. اتصل على من طرف جلال اكيد. ابو نجيب. يلا هاي بصور بس من الخارج. على الباب حلو. هذا ابن خلدون. هذا المحل الشمس لا عيني الإبرة الفاخرة. أسعار حلوة. جنبه حلاق برضه. هذا عمو محفوظ. تعمل لهم خصم اكيد. ها اي واحد 30% خصم لاي واحد جاي من طرف عمو جلال. معهم الوان كويسه. في ابيض في شتوي في اللي يبغى. وبعد خبره يعني في مجال الخياطه ان شاء الله. هذا ابو غسان صاحبنا حميدي. اليمنيين فاعلين أينما ذهبوا وأينما راحوا.